الرباط تواجه منظومة التقاعد بالمغرب اختلالات بنيوية أصابت احتياطات صناديقه بالعجز، فيما تعالت تحذيرات هيئات رسمية ومدنية للتدخل العاجل عبر إجراءات تنهي النزيف. ولم تفلح الإصلاحات التي شملت أنظمة التقاعد سنة 2016 و 2021 في وضع حد للاختلالات، بل أجلت فقط أفق استدامة نظام المعاشات المدنية حتى عام 2028. وحذر المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر الأسبوع الماضي من تفاقم العجز في صناديق التقاعد، ما يهدد المنظومة على المدى الطويل ويربك توازنات المالية العامة. ونبهت رئيسة المجلس زينب العدوي خلال تقديمها التقرير أمام البرلمان بغرفتيه الأسبوع الماضي إلى المخاطر المرتبطة بوضعية أنظمة التقاعد الأساسية التي قالت إنها ما زالت تعاني اختلالات متفاقمة. أما الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتس فصرح في ندوته الصحفية الخميس بأن ملف التقاعد معقد وصعب وعويص، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل من أجل التوصل إلى حلول بشأنه مع النقابات بمنهجية تشاركية، معبرا عن أمله التوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف. من جهته، كشف تقرير المرصد المغربي للعمل الحكومي في دراسة أصدرها الأسبوع الماضي عن حالة صناديق التقاعد أن الصندوق المغربي للتقاعد سيستنفذ احتياطاته بحلول سنة 2028، وذلك راجع بالأساس إلى حجم الدين الحالي المرتبط بالحقوق المكتسبة في الماضي، حيث سيحتاج هذا الصندوق 14 مليار درهم 1.4 مليار دولار على أساس سنوي لمواصلة الوفاء بالتزاماته. أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فمن المرتقب أن يصل أمد استدامته إلى عام 2038.